حياكم الله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. طبعا قبل لا نفوت للفيديو اتمنى ما مشترك بالقناه يشترك ويفعل جرس التنبيه حتى نوصل اقرب وقت لل30,000، وادري بكم ان شاء الله ما راح تقصرون. طبعا اعتذر على الانقطاع بسبب الظروف. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بماطور المي. طبعا فيديو جدا مهم وكملوا للاخير راح تستفادون. اذا وقعتوا بهاي المشكله، فاكثر العالم قاعد يعانون من مشكله الماطور ما قاعد يسحب عندهم مي. شنو المشاكل؟ طبعا مشاكل هواي بيها البشاره والجبنه والشيفت والخنزيره، فهواي. فاحنا اليوم خاصه هذا الفيديو بمشكله اللي هي الواشر. شوفوا، جابوا لاحد الاخوه هذا الماطور، قال لي ما يسحب مباشره. اول ما شفته قلت له هذا بيه تنفيس. قال لي شلون؟ قلت له هذا الزنجار، شوف هذا الزنجار، هذا معناته اكو تنفيس، اكو نضوح مي من هنا، ينضح مي من البراغي. قال لي لا انا خليت له سيليكون. قلت له يا حبيبي جيب لي اياه خله اشوف. شوفك يا من ضبيت، نشوفوا ضبيت البراغي. شوف السيليكون ايش قد صعد، هاي معناته ما ضاب البراغي. هاي واحد. قال لي يقولوا لي السيليكون ما يصير، لازم واشر اللي هو هذا مرات ينقطع عندكم، فبما تعوضونه بهذا السيليكون. يصير لو ما يصير عادي، يصير جدا طبيعي. واللي يقول له فهذا غلطان مع احتراماتي له، لان هو عباره عن شيء يقطع لك المي. هذا السيليكون يشتغل اللي هو هاي النوعيه، تقدر تستخدمها، يشتغل وطبيعي ما بيه اي اشكال. دير بالكم تستخدمون العصارتين. يقول لي العصارتين مو اقوى ومو ما تخلي نضوح وما اعرف شنو. دير بالكم، اكبر غلط انه تستخدمون العصارتين راح بعد يلطش الماطور وما راح ينفتح، وهذا الشيء غلط. نصيحة تستخدمون هاي العصارة. طبعا اتمنى شيء بسيط قاعد اقدمه لكم بالقناة تستفادون من يمه، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناة. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم الموسوي.